قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. معناه إيه الحديث ده؟ معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن في أيام مباركة بيكون فيها نفحات طيبة من الرحمة والنسمات والمغفرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمنحها لعبيده. وعندنا شهر رمضان من أهم هذه الشهور المليئة بهذه النفحات. فاللي احنا عاوزين نعمله يا شباب إن احنا نستغل فرصة رمضان، إن فعلا رمضان فرصة من أكبر الفرص للقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ممكن ناس كتير تلاحظ إن في ناس كتير من أصحابها كان بداية التزامها وبداية قربها من ربنا من شهر رمضان، ومفيش فرصة أحسن من كده. لما منادي ينادي من السماء ويقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أجمل فرصة للتوبة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك. أحلى شباب، شباب زي الورد، أحلى شباب فاهم دينه بجد، أحلى شباب.